هو انت يا صاحبي تفتكر ان امام عاشور بكره يبدا اساسي في ماتش الاهلي وانبي ولا يقعد على الدكه؟ بص يا باشا، انا مش مشكلتي مع امام عاشور فنيا خالص. امام عاشور ده فنيا افضل لعيب في مصر وافضل لعيب في افريقيا وافضل لعيب جوه القاره في العموم. امام عاشور بيلعب باليمين وبالشمال وبيلعب 8 وبيلعب 10 صريح وبيسقط على الاطراف، ودايما بيعمل تحميل للعب وبينزل كمهاجم تاني، ففنيا مفيش خلاف عليه. وامام عاشور رجوله جوه الملعب. لكن انا ايه مشكلتي مع امام عاشور؟ امام عاشور المشكله بتاعته ان الاصابه بتاعته دي خطر جدا. وكان من فتره، من حوالي اسبوع اسبوعين ثلاثه كده قبل التوقف الدولي، الكابتن احمد شيبر طلع وقال لك ان ده كان كسر والتحم بنسبه 70%. حلو الكلام. يعني معنى كده ان امام عاشور اصابته فيها شويه خطر، فالمفروض انت تعمل ايه؟ لا، توازن بين الامور. امام عاشور دايما بيقع كتير، والماتشات اللي زي كده بيكون فيها التحامات بدنيه على اعلى مستوى. حلو الكلام. فالمفروض امام عاشور يقعد بكره جنبك على الدكه. والله انت كسبان والدنيا معاك تمام والدنيا حلوه، ابتدي انزله اخر ربع ساعه تلت ساعه، وابتدي اهيئ له الذاكره بتاعته واهيئ له نفسيته. انت هتلعب في ماتش الزمالك وهتبقى نجم ماتش الزمالك. حلو الكلام. يعني معنى كده ان انت بتقول امام عاشور ممكن بكره ينزل نص، بعد كده الماتش الجاي يلعب شوط، بعد كده الماتش اللي بعده يلعب ماتش كامل، وهوب ماتش الزمالك يلعب الماتش من اوله لاخره. لان انا في ماتش الزمالك محتاج امام عاشور جنب بن شرقي، جنب بن رمضان، جنب زيزو، سواء بقى تريزيجيه اللي هيلعب او بن شرقي، بس انا محتاج امام عاشور. وبعدين ابقى احط بقيه التشكيله. هل انت بقى شايف يا صاحبي ان امام عاشور بكره يلعب اساسي في تشكيله الاهلي وابتدي بيه وادخله في مراحل الماتش من اول ماتش بتاع بكره؟ ولا الكابتن امام عاشور يا صاحبي لازم ياخدها تدريجيا تدريجيا، علشان بعد ما ياخدها تدريجيا يروح ماتش الزمالك ويبقى نجم الماتش؟ ده اللي انا مستنيه منك في الكومنتات. وباي من غير سلام.